هنا الجزائر في عدد جديد. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. في عدد اليوم سنخصص الجزء الثاني للحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية مع نقل الرئيس بوتفليقة للعلاج لإجراء فحوصات طبية دورية مثل ما قال بيان رئاسة الجمهورية، هذه المرة في سويسرا وليس في فرنسا. هل هذا يدل على استمرار الأزمة بين الجزائر وباريس؟ لكن دعكم من السياسة مع بداية هذا العدد لنتجه أو لنتحدث عن الخبر الذي أسعد الجزائريين والعرب والأفارقة أيضا، وهو رياض محرز الظاهرة الجزائرية التي تذهل الجميع. فاز بلقب أحسن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أول لاعب إفريقي وعربي يفوز بهذه الجائزة المرموقة التي لم ينلها لاعبون أفارقة متميزون مثل دروغبا وتوري. حصول محرز على هذا اللقب جاء نتيجة عمل دؤوب ونتيجة أيضا الكثير من الإنجازات التي حققها مع فريق ليستر سيتي بعد مشوار كبير هذا الموسم، وردود فعل كبيرة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي سعيدة بهذا الإنجاز الذي حققه هذا اللاعب الجزائري الإفريقي العربي. للحديث عن هذا الموضوع مع بداية البرنامج معي هذا المساء الزميل رشيد عباد الصحفي المتخصص الرياضة. رشيد، مساء الخير وشكرا لتلبيتك الدعوة دائما. طيب، وكأن اللي راه يشوف فينا لم يتابع الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام وقرأ باللي رياض محرز فاز باللقب، يعني ماذا قدم محرز حتى يحصل على هذه الجائزة هذه السنة؟ ماذا قدم؟ يعني كل جمهور الجزائري اليوم أصبح يعرف أول لفريق ليستر، يعرف ما الفريق يعني اللي يلعب في المباراة. اليوم لو كان تشوف الجمهور الجزائري يتكلم لك على اللاعب ليستر، على الفريق تاع ليستر سيتي، وكانوا فريق يعني يعرفوا منذ سنوات، لكن هو في الأصل اكتشفوه منذ سنتين، يعني موسم الفارط، خاصة هذا الموسم عندما ليستر سيتي ولا يلعب على البطولة. محرز لاعب كي توجور غاردي لا تيت سور لي زيبول، خدم في كل مباريات تاعو اللي جراها هذا العام مع ليستر، برهن انه لاعب موهوب. اخر مباراة الامس اللي اكدت يعني بشكل كبير فوز ليستر بالبطولة مع سوانسي باربعة. نحكيو على 17 هدف على 11 تمريرة حاسمة. يعني شوفوا لو كان نشوفوا يعني دونك نقدروا نقولوا باللي عنده ابوبري 28 هدف، لو كان نحسبوا 17 هدف اللي سجلها و11 تمريره يعني حاسمه، يتعدى الاول في اوروبا في الدوريات الاوروبيه. وانه في عده مرات هو يديبلوك لا سيتياسيون، ما في بعض الاحيان رانييري يتكل عليه بزاف في بعض دي سيتوياسيون دو جو، بعض دي سيتوياسيون دو جو. اظن ان اليوم تتويج محرز ولو ان في بعض الاوساط الرياضيه انها يعني كيفاش نقولوا سيت اون سيربريز، لكن لو كان نشوفوا المشوار تاعو نقدروا نكونوا ماشي سيربريز. لماذا قاد سيربريز؟ لان اليوم تعرف باللي البطوله الانجليزيه من اكبر بطولات العالم، باش ما نقولوش اكبر بطوله في العالم بعد اسبانيا. انت تعرف ان في بعض الاحيان الناس تقول باللي البارسا والريال اكثر مشاهده، صح. لكن الحقيقه هي اير، هي مانشستر ليفربول المباراه الاكثر مشاهده عبر العالم. في الجزائر كاين جمهور تقليدي لليفربول منذ سنوات طويله، خاصه منذ عوده ليفربول هذه السنوات الاخيره. نكتشفوا ان هاد الشباب الصغار اللي ما عرفوش ليفربول في احسن اوقاته في اواخر سنه السبعينات، عندما فاز بثلاث بطولات اوروبيه على التوالي وكان مسيطر على البطوله الاوروبيه. اليوم نشوفوا هذا الجمهور لا نوفيل جينيراسيون بدات تهتم مع هذا المنتخب الكبير، صح. وخاصة منذ ما جاء يورغن كلوب. انت تعرف لا مانيير تاعو كيفاش يونطريني، يعيش، يخليك تعيش. وكان كاين مورينيو في تشيلسي، وكان كاين جاء من الدوري الاسباني. ولكن حتى نبقى في رياض محرز رشيد عباد،
نحكيو على لاعب نحيل، ما عندوش يعطيك مقومات الصحة. فيزيائية Exactement. كبيرة، عمره 25 سنة. لما فاز بالكرة الذهبية هنا في الجزائر كان يقول البعض بأنه سرقها لسليماني. يعطيك اليوم الصحة. يفوز بأكبر جائزة في البريمير ليج. بعض المحللين كانوا يقولون أن ذلك من يضخم محرز وهو لا يستحق كل هذا. اليوم يفوز بأكبر جائزة. المندوب اللي رسلوا فريق ليستر سيتي إلى لو هافر الفرنسي كان يريد أن يبحث عن لاعب آخر، فجاء بمحرز مقابل 350 ألف يورو أو جنيه استرليني. يعني ليستر كان يلعب على السقوط العام الماضي، هذا العام يلعب على اللقب. شيء خارق للعادة. هل لم ننتبه إلى رياض محرز حتى تفجرت هذه يعني حتى المحللين ما كانوش ينتبهوا بزاف إلى مام يعني لو كان نرجعوا شويه للوراء، مام يعني رئيس اليوم مارسيليا فينسون لابرون راهو حتى عندما بروبوزاو له واسمه محرز، قال لهم شكون هذا اللاعب هذا؟ فينسون لابرون بريزيدون تاع مارسي، قال لهم شكون هذا اللاعب؟ جيبوا لي اتاكون جامي سمعت به. مارسيل رفيزات لابرين في جانفي 2014. لهذه الاسباب راح هو ليستر سيتي. اليوم قاد باش اليوم ينتخبوك اللاعبين تاع البريمير ليج كما تفضلت وقلت احسن لاعب. انا نذكر الجمهور الجزائري ان ديدي دروغبا في احسن احواله في انجلترا لم يفوز، فاز برابطه ابطال، فاز باحسن هداف، لن يفوز بهذا التيتر. يايا توري من احسن اللاعبين في بريطانيا لم يفوز بهذه الجائزه. يعني اليوم لازم كما تفضلت وقلت قبل، مادام اليوم هاد اللاعبين، لان باش الجمهور يفهم بان اللاعبين هما اللي ينتخبوا احسن لاعب، مادام اللاعبين البريطانيين اليوم انتخبوا هذا اللاعب يستاهل هذا اللاعب، شافوا باللي هذا اللاعب موهوب، شافوا هذا اللاعب باللي عنده قدرات، شافوا هذا اللاعب كما قلت نحيل، لكن نحيل وضعيف، لكن عنده مؤهلات. والظاهره هي التي لانه العام الماضي فاز بها ايدين هازار. جاء الى تشيلسي ب 32 او 30 مليون جنيه استرليني. قبله ايضا سواريز في ليفربول، يعني قبله جاريت بيل. تكريم هو لفريق مفاجأة هو ليستر سيتي، هو أيضا تكريم لرياض محرز. محليا كيف رأيت الأصداء التي يعني اليوم شبه احتفال في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك برياض محرز؟ هل تعتقد الآن بأن هذه الجائزة تؤكد بأنه أحسن لاعب جزائري في الوقت الحالي؟ نعم، أنا يعني نأكدها باللي في الوقت الحالي احسن لاعب الجزائري، لانه هذه الجائزه راح تضيف قيمه مضافه للفريق الوطني، سي لا بلو فاليو للفريق الوطني. عندما يكون عندك لاعب كيما هذا يخرج احسن لاعب في البريمير ليج، هذه شرف للجزائر وشرف لكل العرب، لانك باش هناك احتفال عربي كبير اليوم. الجمهور اليوم تعاطف معاه. امبارح شفت كل القنوات العربيه يعني بدات النشرات تاعها بخبر محرز. هذا مما يبين ان اليوم الكره الجزائريه ولو نقولوها بين قوسين استفادت من هذا التتويج. وانت تعرف في الغالب في الامر ان لم يستدعى ولو اول مره لكاتيجوري جون في فرنسا، لان اللاعب الوحيد اللي راه يلعب في الفريق الوطني اللي ما لعبش في الفرق الدنيا، ما لعبش اون كادي اون اسبوار، يعني ديريكتومون باغ سي اون برون فغولي ابراهيمي واسمه بن طالب، هذو كاع لعبوا لي اسبوار، لعبوا يو 21 فرونس، مي هو ما لعبش، il n'a jamais été sélectionné. من كامبير طلع لو هافر، من لو هافر طلع ليستر سيتي. اظن في ليستر سيتي لقى كل لونفيرونمون فافورابل ليه. لماذا قاده؟ لان فريق ما عندوش النجوم، وانت تعرف عندما يكون فريق عنده نجوم. فاردي ظاهره اخرى ايضا كما يقولوا منذ سنوات فاردي كان في السجن ومن بعد في الدرجه الرابعه، والان راهو من احسن الهدافين وراهو تيتولار في الفريق الانجليزي. واليوم باش محرز يفرض نفسه امام هاري كين اللي راهو تيتولار ابارونتير لاعب تاع توتنهام، يعني هذا ما هيش صدفه. طيب الان إذا تحدثنا عن الخطوات المقبلة رياض محرز، يعني أصبح مطلب معظم الأندية الأوروبية في دوريات كبيرة. هو صرح لمجلة فرنسية اليوم، قال بأنه
لا يريد العودة إلى فرنسا في ظل الحديث عن فريق باريس سان جيرمان. قال بأنه فرنسا يعني لا أشعر بالراحة عندما ألعب في فرنسا أو لا أريد العودة إليها. يعني ماذا تتوقع رشيد عباد؟ ما هي الخيارات المطروحة أو ما هو السيناريو الأفضل لكي يبقى رياض محرز في المقدمة؟ شوف، هي السيناريو الافضل انا ليا لو كان يزيد يكمل موسم اخر مع فريق ليستر. لماذا؟ خصوصا انهم راح يلعبوا الشامبيونز ليغ العام القادم لان ليستر هو الفريق اللي خلاه، اللي بينه، اللي دفعوا للواجهه. وفي ليستر لقى كل الظروف مواليه باش يولي لاعب كبير، لقى مدرب تري بروش دو لوي، رانييري، يعني مدرب خلاه اليوم باش يصنع. انا نظن ولو ان في الندوه الصحفيه الاخيره اللي عقدها رئيس الفاف سي محمد رورو كان تكلم على من لا بروبابيليتي دو ديبار دو محرز في الصيف هذا. كان ذكر ان محرز، براهيمي، فغولي قادرين يبدلوا فرق، لكن انا ماشي ننصح، يعني نقول الافضل، الاصل، يعني الافضل انه يزيد موسم اخر. لانه لماذا طلع معاه العام اللي فات، كان في الليغ 2 طلع معاه، هذا العام الليغ 1 راح يدي معاه ان شاء الله بريمير ليغ، يزيد كما تفضلت وقلت يلعب معاه لا ليغ تشامبيونز ليغ. ولو انه كاين حسابات مطروحه على مستوى اداره فريق ليستر سيتي، هو انه الآن ستتغير الكثير من الأمور في التعامل مع صفقات اللاعبين. هنالك فاردي أيضا تريده الكثير من الأندية، رياض محرز لاعب وسط الميدان، كونتي ثاني. هناك تشكيلة قوية في زيادة، حتى رانيري طرح اسمه لقيادة المنتخب الإيطالي، وسيعطى في إيطاليا وسام استحقاق من طرف الدولة على أنه استطاع أن يربح البريمير ليغ وهو إيطالي. الآن نفكك هذا التصريح قبل ما أذهب إلى أمر آخر حول باريس سان جيرمان. يقول محرز: لن أقول أن الأمر مستحيل، يعني يمكن أن ألعب في فرنسا، لكن ليس لدي الرغبة. والجملة إذا صحت الترجمة: فرنسا لا تعني لي شيئا، أحب إنجلترا. يعني هذا التصريح هل ستكون له ارتدادات؟ لا. تعرف أزمة سفيان فغولي في الصحافة الفرنسية لا وغيرها. اكزاكتومون. لا لو كان يعني لو كان ناليزيو هذا التصريح تاع رياض، نقدر نقولوا كاين فيه في بعض الاحيان موضوعيه. لماذا؟ تتعرف ان في بريطانيا بطوله، اعلى بطوله، احسن ملاعب، كل ملاعب كل ويكاند يلعب امام 30 40 الف. هذا حماسه كبيره، يعني كل الفرق تتنافس. يعطيك الصحه. دونك هو انا نظن باللي حاب يقول باللي ويا بلا ما يعني بلا ما ياكدها هو البطوله حاليا في البطوله البريطانيه من احسن البطولات تقنيا، فنيا، جماهيريا. لهذه الاسباب اظن يقول خلوني نكمل مشواري في ولو ان الجزائريين من يناصرون برشلونه ومن يناصرون ريال مدريد بداوا في التسابق حول رياض محرز، هل سيكون مدريدي ام برشلوني؟ وبعض المساله صعبه شويه. يكون بعض وسائل الاعلام تقول ان برشلونه دخرت مبلغ كذا وريال مدريد ما دخلت مبلغ كذا. اظن ان هذه الفرق اللي تضم نجوم كبيره في الوقت الحالي ما يقدروش يوالموا لو ستاتيو تاع محرز، لان ستاتيو محرز كيما يقولوا سي كوم ان بواسون دون لو. في ليستر سيتي عنده لاعبين ماشي معروفين، عنده لاعبين ذا مستوى كيما يقولوا كاع كيف ولو انه قرانا ان زيدان قال، مانيش عارف الى تقارير اعلاميه صحيحه ولا، بانه يريد محرز في ريال مدريد. ربما يستطيع ان يؤثر عليه، لانه زيزو معتبر بانه نجم قدوه بالنسبه لكثير من اللاعبين. سي فري عندما زيدان يتكلم نظن باللي هو بتاتر هو دون سون انفي كان يرغب ان يضم هذا اللاعب. صحيح. اللاعب في ريال مدريد. وانت تعرف لو كان اليوم يعني زيدان يحب يجيب هذا اللاعب، يقدر هو يتصل به، يقدر هو يقنعه باش يكون. وانت تعرف اليوم الفرق الاوروبيه هي سي بيزنس. اليوم هذا اللاعب محرز لا فالور تاعو طلعت. نظن اليوم لو كان ليستر سيتي قادره تحطه في المارشي، وكنت تكون اون اوفر تاع 50 مليون دورو، ليستر سيتي يقول له الان 45 مليون اورو. يعطيك الصحه. فوالا يعني قيمته بلغت يعني السيد جاب 300 الف اورو ولا في 5 يعني باش تشوف 45 مليون اورو. لو فيريتابل ديستان، لو فيريتابل يعني
هو عيشنا في حلم. كلمته بالأمس كانت رائعة في حفل التتويج. قال: شكرا جزيلا لكل من صوت لصالحي، أودي هذا الفوز لكل زملائي في الفريق، للطاقم الفني، إلى أصدقائي، عائلتي، إلى جماهير ليستر، وإلى كل الشعب الجزائري. يعني جميل أن تذكر اسم الجزائر، لأنه سئمنا أن يذكر اسم الجزائر في بنما بيبرز وفي الفضائح فقط، يعني يذكر في محافل دولية جيدة. يقول: أنتم مصدر قوتي وهذا التتويج جاء بفضلكم. كسؤال أخير رشيد عباد، الآن المسؤولية كبيرة على محرز بالنسبة للجزائريين في الفريق الوطني، يعني ننتظر من لاعب يشار إليه بالبنان بالأصابع بالأيادي أنه يقدم أفضل ما لديه عندما يتقمص الألوان الوطنية. نعم، لكن لا وسيكونون في السيشل في 28 ماي على ما أعتقد. نعم، في مباراة السيشل تجي في 2 جوان في سيذهبون في 28 ماي. المباراة الأخيرة عندما لعبوا مع السيشل هنا في بريدة، شفنا كل أنظار كانت متوجهة إلى محرز، كل أنظار كانت متوجهة إلى محرز، كان هو لاتراكسيون تاع هذيك المباراة، و خلى الجمهور الجزائري ولا يعشق فيه، ولا يعشق في هذا اللاعب، لأنه لاعب خجول. أنا كنت نشوف البارح واحد الريبورتاج في بريطانيا داروا عليه، يتكلموا عليه الصحفيين البريطانيين، يقولوا باللي رحنا مشينا إلى ليستر سيتي، لقينا محرز في مقهى مع انصار ليستر سيتي، يتكلم معهم وكانه لاعب يعني بسيط جدا. قال لك تصادفنا عندما شفنا هذيك الظاهره، قاعد معهم يشرب قهوه ويتكلم مع الجماهير وكانه يعيش وكانه ماهوش انستار اليوم في ليستر سيتي. هذا تواضع سر قوته ايضا. أنا حبيت نقول لك هو كامل ليستر فريق متواضع، لذلك نجح. قاعدة أساسية هذه. يعطيك الصحة رشيد عباد. فوز محرز سيعيد قراءة أو تحاليل الكثير من المحللين، لأن اللاعب كان يشكك فيه على مستوى محلي جزائري. مبروك لمحرز ومبروك للجزائر، وإن شاء الله يذكر اسم الجزائر دائما في محافل مشرفة مثل هذه، حتى وإن تعلق الأمر بكرة القدم. عودة إلى السياسة بعد الفاصل. هنا الجزائر في عدد جديد. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. في عدد اليوم سنخصص الجزء الثاني للحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، مع نقل الرئيس بوتفليقة للعلاج لإجراء فحوصات طبية دورية مثل ما قال بيان رئاسة الجمهورية، هذه المرة في سويسرا وليس في فرنسا. هل هذا يدل على استمرار الأزمة بين الجزائر وباريس؟ لكن دعكم من السياسة مع بداية هذا العدد لنتجه أو لنتحدث عن الخبر الذي أسعد الجزائريين والعرب والأفارقة أيضا، وهو رياض محرز الظاهرة الجزائرية التي تذهل الجميع. فاز بلقب أحسن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أول لاعب إفريقي وعربي يفوز بهذه الجائزة المرموقة التي لم ينلها لاعبون أفارقة متميزون مثل دروغبا وتوري. حصول محرز على هذا اللقب جاء نتيجة عمل دؤوب، ونتيجة أيضا الكثير من الإنجازات التي حققها مع فريق ليستر سيتي بعد مشوار كبير هذا الموسم، وردود فعل كبيرة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي سعيدة بهذا الإنجاز الذي حققه هذا اللاعب الجزائري الإفريقي العربي. للحديث عن هذا الموضوع مع بداية البرنامج معي هذا المساء الزميل رشيد عباد الصحفي المتخصص الرياضة. رشيد، مساء الخير وشكرا لتلبيتك الدعوة دائما. طيب، وكأن اللي راه يشوف فينا لم يتابع الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، وقرأ باللي رياض محرز فاز باللقب، يعني ماذا قدم محرز حتى يحصل على هذه الجائزة هذه السنة؟ ماذا قدم؟ يعني كل جمهور الجزائري اليوم أصبح يعرف أول لفريق ليستر، يعرف مام الفريق يعني اللي يلعب في المباراة اليوم. لو كان تشوف الجمهور الجزائري يتكلم لك على اللاعب ليستر، على الفريق تاع ليستر سيتي، وكانوا فريق يعني يعرفوا منذ سنوات، لكن هو في الأصل اكتشفوه منذ سنتين، يعني موسم الفارط، خاصة هذا الموسم عندما ليستر سيتي ولا يلعب على البطولة. محرز لاعب كي توجور غاردي لا تيت سور لي زيبول، خدم في كل مباراة تاعو اللي جراها هذا العام مع ليستر،
برهن انه لاعب موهوب. آخر مباراة شيء خارق للعادة. هل لم ننتبه إلى رياض محرز حتى تفجرت هذه يعني حتى المحللين ما كانوش ينتبهوا بزاف إلى مام يعني لو كان نرجعوا شوية للوراء، مام يعني رئيس اليوم مارسيليا فينسون لابرون راهو عندما بروبوزاو له واسمه محرز، قال لهم شكون هذا اللاعب هذا؟ فينسون لابرون بريزيدون تاع مارسي، قال لهم شكون هذا اللاعب؟ جيبوا لي اتاكون جامي سمعت به. مارسيل رفيزات لابرين في جانفي 2014. لهذه الاسباب راح هو ليستر سيتي. اليوم قاد باش اليوم ينتخبوك اللاعبين تاع البريمير ليغ كما تفضلت وقلت احسن لاعب. انا نذكر الجمهور الجزائري ان ديدي دروغبا في احسن احواله في انجلترا لم يفوز، فاز برابطه ابطال، فاز باحسن هداف، لن يفوز بهذا التيتر. يايا توري من احسن لاعبين في بريطانيا لم يفوز بهذه الجائزه. يعني اليوم لازم كما تفضلت وقلت قبل، مادام اليوم هاد اللاعبين، لان باش الجمهور يفهم بان اللاعبين هما اللي انتخبوه، ينتخبوا احسن لاعب، مادام اللاعبين البريطانيين اليوم انتخبوا هذا اللاعب يستاهل هذا اللاعب. شافوا باللي هذا اللاعب موهوب، شافوا هذا اللاعب باللي عنده قدرات، شافوا هذا اللاعب كما قلت نحيل، لكن نحيل وضعيف، لكن عنده مؤهلات. والظاهره هي التي لانه العام الماضي فاز بها ايدين هازار. جاء الى تشيلسي ب 32 او 30 مليون جنيه استرليني. قبله ايضا سواريز في ليفربول، يعني قبله جاريت بيل. تكريم هو لفريق مفاجأة هو ليستر سيتي، هو أيضا تكريم لرياض محرز. محليا كيف رأيت الأصداء التي يعني اليوم شبه احتفال في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك برياض محرز؟ هل تعتقد الآن بأن هذه الجائزة تؤكد بأنه أحسن لاعب جزائري في الوقت الحالي؟ نعم، أنا يعني نأكدها باللي في الوقت الحالي احسن لاعب الجزائري، لانه هذه الجائزه راح تضيف قيمه مضافه للفريق الوطني، سي لا بلو فاليو للفريق الوطني. عندما يكون عندك لاعب كيما هذا يخرج احسن لاعب في البريمير ليج، هذه شرف للجزائر وشرف لكل العرب، لانك باش هناك احتفال عربي كبير اليوم. الجمهور اليوم تعاطف معاه. امبارح شفت كل القنوات العربيه يعني بدات النشرات تاعها بخبر محرز. هذا مما يبين ان اليوم الكره الجزائريه ولو نقولوها بين قوسين استفادت من هذا التتويج. وانت تعرف لماذا طلع معاه العام اللي فات كان في الليغ 2، طلع معاه هذا العام الليغ 1 راح يدي معاه ان شاء الله بريمير ليج، يزيد كما تفضلت وقلت يلعب معاه لا ليغ تشامبيونز ليغ. ولو انه كاين حسابات مطروحه على مستوى اداره فريق ليستر سيتي، هو انه الآن ستتغير الكثير من الأمور في التعامل مع صفقات اللاعبين. هنالك فاردي أيضا تريده الكثير من الأندية، رياض محرز اللاعب وسط الميدان كونتي ثاني. هناك تشكيلة قوية في زيادة، حتى رانيري طرح اسمه لقيادة المنتخب الإيطالي، وسيعطى في إيطاليا وسام استحقاق من طرف الدولة على أنه يستطيع أن يربح البريمير ليج وهو إيطالي. الآن نفكك هذا التصريح قبل ما أذهب إلى أمر آخر حول باريس سان جيرمان. يقول محرز: لن أقول أن الأمر مستحيل، يعني يمكن أن ألعب في فرنسا لكن ليس لدي الرغبة. والجملة إذا صحت الترجمة: فرنسا لا تعني لي شيئا، أحب إنجلترا. يعني هذا التصريح هل ستكون له ارتدادات؟ لا. تعرف أزمة سفيان الفغولي في الصحافة الفرنسية لا وغيرها. اكزاكتومون. لا لو كان يعني لو كان ناليزيو هذا التصريح تاع رياض، نقدر نقولوا كاين فيه في بعض الأحيان موضوعية. لماذا؟ تتعرف أن في بريطانيا بطولة أعلى بطولة، أحسن ملاعب، كل ملاعب كل ويكاند يلعب أمام 30-40 ألف. هذا حماسة كبيرة، يعني كل الفرق تتنافس. يعطيك الصحة. دونك هو أنا نظن باللي حاب يقول باللي ويا بلا ما يأكدها هو البطولة حاليا في البطولة البريطانية من أحسن البطولات تقنيا فنيا جماهيريا. لهذه الأسباب أظن يقول خلوني نكمل مشواري في ولو أن الجزائريين من يناصرون برشلونة ومن يناصرون ريال مدريد بدأوا في التسابق حول رياض محرز. هل سيكون
مدريدي ام برشلوني؟ وبعض شوف لي وسائل المساله صعبه شويه نعم، يكون بعض في وسائل الاعلام تقول ان برشلونه دخرت مبلغ كذا وريال مدريد دخرت مبلغ كذا. اظن ان هذه الفرق اللي تضم نجوم كبيره في الوقت الحالي ما يقدروش يوالموا لو ستاتيو تاع محرز، لان ستاتيو محرز كيما يقولوا سي كوم ان بواسون دون لو في ليستر سيتي. عنده لاعبين ماشي معروفين، عنده لاعبين ذا مستوى كيما يقولوا كاع كيف ولو انه قرانا ان زين الدين زيدان قال مانيش عارف الى تقارير اعلاميه صحيحه ولا بانه يريد امس اللي اكدت يعني بشكل كبير فوز ليستر بالبطوله مع سوانسي باربعه. نحكيو على 17 هدف على 11 تمريره حاسمه. يعني شوفوا لو كان نشوفوا يعني دونك نقدروا نقولوا باللي عنده ابوبري 28 هدف لو كان نحسبوا 17 هدف اللي سجلها و11 تمريره يعني حاسمه. يتعدى الاول في اوروبا في الدوريات الاوروبيه، وانه في عده مرات هو يديبلوك لا سيتياسيون. مام في بعض الاحيان رانييري يتكل عليه بزاف في بعض دي سيتياسيون دو جو. بعض دي سيتياسيون دو جو اظن ان اليوم تتويج محرز ولو ان في بعض الاوساط الرياضيه انها يعني كيفاش نقولوا سيت اون سيربريز، لكن لو كان نشوفوا المشوار تاعو نقدروا نكونوا ماشي سيربريز. لماذا قاده؟ سيربريز لان اليوم تعرف باللي البطوله الانجليزيه من اكبر بطولات العالم، باش ما نقولوش اكبر بطوله في العالم بعد اسبانيا. انت تعرف ان في بعض الاحيان الناس تقول باللي البارسا والريال اكثر مشاهده، صح. لكن الحقيقه هي ايور، هي مانشستر ليفربول المباراه الاكثر مشاهده عبر العالم. في الجزائر كاين جمهور تقليدي لليفربول منذ سنوات طويله، خاصه منذ عوده ليفربول هذه السنوات الاخيره نكتشفوا ان هاد الشباب الصغار اللي ما عرفوش ليفربول في احسن اوقاته في اواخر سنه السبعينات عندما فاز بثلاث بطولات اوروبيه على التوالي وكان مسيطر على البطوله الاوروبيه. اليوم نشوفوا هذا الجمهور لا نوفيل جينيراسيون بدات تهتم مع هذا المنتخب الكبير، وخاصه منذ ما جاء يورجن كلوب. انت تعرف لا مانيير تاعو كيفاش يونطريني، يعيش يخليك تعيش. وكان كاين مورينيو في تشيلسي، وكان كاين جاء من الدوري الاسباني. ولكن حتى نبقى في رياض محرز رشيد عباد، نحكيو على لاعب نحيل ما عندوش مقومات فيزيائيه كبيره، عمره 25 سنه. لما فاز بالكره الذهبيه هنا في الجزائر كان يقول البعض بانه سرقها لسليماني. اليوم يفوز باكبر جائزه في البريمير ليج. بعض المحللين كانوا يقولون ان ذلك من يضخم محرز وهو لا يستحق كل هذا. اليوم يفوز باكبر جائزه. المندوب اللي رسلوا فريق ليستر سيتي الى لو هافر الفرنسي كان يريد ان يبحث عن لاعب اخر، فجاء بمحرز مقابل 350 ألف يورو أو جنيه استرليني. يعني ليستر كان يلعب على السقوط العام الماضي، هذا العام يلعب على اللقب. في الغالب في الأمر أن لم يستدعى ولو أول مرة لكاتيجوري جون في فرنسا، لأن اللاعب الوحيد اللي راه يلعب في الفريق الوطني اللي ما لعبش في الفرق الدنيا، ما لعبش اون كادي اون اسبوار، يعني ديريكتومون باغ سي اون برون فغولي ابراهيمي واسمه بن طالب، هذو كاع لعبوا لي زيسبوار، لعبوا يو 21 فرونس، مي هو ما لعبش، il n'a jamais été sélectionné. من كامبير طلع لو هافر، من لو هافر طلع ليستر سيتي. اظن في ليستر سيتي لقى كل لونفيرونمون فافورابل ليه. لماذا قاده؟ لان فريق ما عندوش النجوم، وانت تعرف عندما يكون فريق عنده نجوم. فاردي ظاهره اخرى ايضا كما يقولوا منذ سنوات فاردي كان في السجن ومن بعد في الدرجه الرابعه، والان راهو من احسن الهدافين وراهو تيتولار في الفريق الانجليزي. واليوم باش محرز يفرض نفسه امام هاري كين اللي راهو تيتولار ابارونتير لاعب تاع توتنهام، صح، يعني هذا ما هيش صدفه قادة. طيب الان إذا تحدثنا عن الخطوات المقبلة رياض محرز، يعني أصبح مطلب معظم الأندية الأوروبية في دوريات كبيرة. هو صرح لمجلة فرنسية اليوم قال بأنه
لا يريد العودة إلى فرنسا في ظل الحديث عن فريق باريس سان جيرمان. قال بأنه فرنسا يعني لا أشعر بالراحة عندما ألعب في فرنسا أو لا أريد العودة إليها. يعني ماذا تتوقع رشيد عباد؟ ما هي الخيارات المطروحة أو ما هو السيناريو الأفضل لكي يبقى رياض محرز في المقدمة؟ شوف، هي السيناريو الأفضل أنا ليا لو كان يزيد يكمل موسم آخر مع فريق ليستر. لماذا؟ خصوصا أنهم راح يلعبوا الشامبيونز ليغ العام القادم لأن ليستر هو الفريق اللي خلاه، اللي بينه، اللي دفعوا للواجهة. وفي ليستر لقى كل الظروف مواليه باش يولي لاعب كبير. لقى مدرب تري بروش دو لوي، رانييري، يعني مدرب خلاه اليوم باش يصنع. انا نظن ولو ان في الندوه الصحفيه الاخيره اللي عقدها رئيس الفاف سي محمد رورو كان تكلم على من لا بروبابيليتي دو ديبار دو محرز في الصيف هذا. كان ذكر ان محرز، براهيمي، فغولي قادرين يبدلوا فرق. لكن انا ماشي ننصح، يعني نقول الافضل، الاصل، يعني الافضل انه يزيد موسم اخر.